مرحبا، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله يكون الكل منيح وجاهزين تنحضر هيدي الأكلة صينية ورق عريش مع كوسة محشي على الطريقة اللبنانية. طريقتنا سهلة وما بدها كتير أغراض. نحن رح نحضر كمية يعني لصينية حرزانة كبيرة شوي. رح نحضر تقريبا جبنا شي 3 كيلو ونص كوسة وورق عريش تقريبا لفينا شي كيلو. شو رأيكم بهالطريقة؟ نحنا بنعملها بصوص الحامض بس ما بنحط لها شراب البندورة أو رب البندورة ولا نكهة تانية ولا مندق فيها توم، بس بنعملها بحامض. رح قلكن هيدي الطريقة طريقة ماما يلي أنا تعلمتها ودايما بعملها كتير سهلة. هيدي عندي مرتبين ورق عريش، هيدا من الضيعة كابسته من السنة الماضية، بقي عندي من الضيعة كنا جايبينه من الجنوب. بتصور يمكن هيدا آخر مرتبين بقي عندي. شوفوا ورقتهم شو حلوة وشو منيحة، ومش هالورقة السميكة كتير، الورقة طرية وبعضهم مضاينين وبعضهم مناح وكله تمام. بدنا نسلق أول شي الورق العريش، بدنا نسخن المي ونتركها لتغلي، بس لتغلي بدنا نحط عليها ورق العريش، بنحطن أنجا دقيقتين بالمي بيغلوا بيقلبوا قلبتين ورح نشيلهم دغري بسرعة. منشيلهم على مصفاية على جنب، ما ضروري نرجع نغسلهم بمي باردة أبدا، بكفي نسلقهم ونحطهم بمصفاية على جنب. بهالوقت خلونا نبلش نحضر أهم شي اللي بيعطي نكهة لهالأكلة للمحشي، يلي هو الخلطة يلي هي تتبيلة الرز. عنا هون سمنة، أنا بستعمل سمنة البقرة الحلوب حاليا عندي إياها، ملح، بهار حلو، ملعقتين قرفة، ملعقة بهار أسود، وملعقتين قوارمة. القوارمة أنا عملتها بالبيت عقيدة. القوارمة كتير بتعطيها نكهة طيبة للحشوة، بتعطيها هيدي الدسامة. إذا ما كنا جايبين اللحمة المفرومة مثلا فيها دسم، كنا جايبينها هبرة لحالها، بتعطيها كتير نكهة هيك طيبة وشوية دسامة، لأنه هيدي الأكلة بالذات بدها دسم يعني. وإذا ما كان عنا لحمة تنحط تحت الورق عريش، كمان فينا نكون حطينا بالحشوة هيدي القوارمة، بتعطيها نكهة بتغني عن اللحمة المدهنة اللي ممكن نحطها تحتن بالصينية. وهلأ بلش الجد، بلشنا نلف ورق العريش. بس نبلش بلف الورق عريش، هو يمكن أكتر شي بياخد معنا وقت. هيدي الطريقة، نحن هيدي الورقة مساقبة كتير سهلة، اللف اللي إلها يعني كتير سهل نلفها، لأنه الورقة مسكرة إذا ملاحظين. فإذا توفقنا بالسوق ولقينا مثل هيدي الورقة ما بياخد معنا اللف كتير وقت. أما إذا كانت الورقة صغيرة ومفتحة وبدنا هيك نصغرها ونكبرها ونزيد عليها وتخزق معنا نرقعها من هون، فبتاخد معنا شوية وقت. بينما إذا كانت الورقة منيحة أبدا ما بياخد وقت اللف، بس ياخد إيدنا عليه. وهيدي الورقة لأنه مش مكبوس بالملح، نحن كابسينه يعني بطريقة الضغط بس بالمرتبين، فما بياخد وقت كتير على النار. الكوسة عنا نحن تقريبا 3 كيلو ونص كوسة. الكوسة فينا إذا حدا ما بيعرف ينقر كوسة، في بالسوبر ماركت بتلاقي دايما منقور على جنب، فينا نجيبه منقور خالص. وفينا نجيب إذا كان في حدا ينقر يساعدنا، أو نحنا نحفر الكوسة معودين كمان بيمشي الحال، وفينا نجيبهم منقورين خالصين. بس لما عم نجيب الكوسة محفور خالص عم بيكون البوز لإلهم يمكن بيحفروه على المكانات، فعم بيكون كتير واسع، وعم تطلع تقريبا الحشوة من لبرا. يعني بنصير بدنا نسكرها أوقات بحبة بندورة أو شي، فمش دايما عم تنجح المحفورة خالصة. لما نحنا نحفر الكوسة إذا ملاحظين بيكون البوز لإلها مش كتير واسع، يعني بنقدر نتحكم فيها مثل ما بدنا. والحشي بهيدي الطريقة منوصل لنص الكوساية ومنوقف. وأكيد أكيد ما نكبسها بإصبعنا، ما نكبس لجوا عشان الرز ما يلبت جوا وبتصير تفسخ الكوسة. خلي الرز على رياحته بقلبها. بهيدي الطريقة بنحشي الكوسة مثل ما شايفين، ما عم نضغطن. رح فرجيكم كيف بس تنوصل على النص منوقف. هيدي أفضل طريقة للحشي تما تكسر الكوساية أبداً.
هيدا الكوسة من بعد ما حفرناهن مغسلين وطابينن هيك لحتى ينزل منهم كل شي مي، ودغري نبلش نحشي فيهن. هلأ بس نحشي الكوسة بتكون خلصت تقريبا معنا الطبخة، لأنه بيبقى بس نحطها على الغاز. هيدول الكوسيات حشيناهن وخلصنا. هلأ عنا شو منحب نحط تحت المحاشي فينا. أنا جايبة كيلو كاستاليتا مدهن شوي ليعطيه شوية دسامة. كل حدا فينا نحط عظام، فينا نحط عصاعيس، فينا نحط لحمة ستيك، مثل ما منحب أي لحمة منحبها فينا نحط أو معودين عليها فينا نحط تحت المحاشي. بهالوقت حطيت شوية زيت نباتي مع ملعقتين سمنة، حيلا سمنة بلدية منستعمل، وقليتها للحمة يلي بدي استعملها لتحت الكوسة والورق عريش. رح قليها شوي على جنب وقيمة على جنب، وقصيت شوية بندورة لحطهم بأرض الطنجرة. البندورة هون اختياري، في ناس بتحب البندورة بقلبها تحطها بالطنجرة ما رح تلزق، لأنه إذا مش شايفين الطنجرة اللي عم بستعملها جرانيت ما رح يلزق فيها شيء أبدا. بس هيك يعني طبقة نحن بنحب فيها نكهة البندورة، فينا نحطها وفينا نستغني عنها، ما ضروري أبدا. هلا رح تستغربوا شوي كيف انا عم صف الكوسه والورق عريش بالترتيبهم، رح تستغربوا الطريقه. خلينا نشوف شو عملت. حطينا البندوره ورجعنا اللحمه اللي قليناها ورجعت الكوسه. إيه، انا بحط الكوسه من تحت مش من فوق. كتير ناس بيستغربوا انه بحطوا الورق عريش بالعاده من تحت والكوسه من فوق، بخافوا انه الكوسه تكسر وتفسخ معنا على الطبخ، لانه على اعتبار انه الكوسه بتستوي قبل الورق العريش. بس انا بحب لكم انه هاي الطريقه دايما ماما بتستعملها، وانا تعودت عليها وتعلمتها منها، وبالعكس بتطلع كتير اطيب، لانه اول طبقه من الكوسه تحت بتطلع هيك فيها مثل شعطة يعني من الطنجرة بتكون اخدة، ونكهة ونكهة اللحمة فيها، وابدا ما بتفسخ. وهلأ حتشوفوا النتيجة. برجع بحط الورق عريش من فوق وبغمرهم بالمي ملعقتين ونص تقريبا وسط ملح، لأنه الحشوة فيها ملح، يعني ما بدنا نكتر، منخلي الملح للي بده بحب يزيد بصحنه. هالقد بكفي مي، ما في عيار مي، قد ما هي طبختنا خلينا نوصل المي أقل من حرف يعني آخر طبقة عنا، أقل من ورق العريش تقريبا بشي 3 سنتي. هيك بنعرف إنه صار بكفي مي هالقد. من بعد ما نحط المي لحد هون بنكون خلاص بدنا نحط عليها اي شيء منتقل فيه الورق عريش كرمال ما يفتح، ونتركها على النار لحتى تبلش تغلي. بدنا نتركها شي 10 دقايق تغلي على نار قوية او ربع ساعة، وبنرجع بنوطي تحتها وبنتركها على نار واطي تقريبا 3 ساعات. هون من بعد ما خلصت معنا بعد 3 ساعات، شوفوا ميتها كيف. قبل ما اطفي تحتها بشي 10 دقايق حطيت تقريبا كباية حامض، يعني تقريبا شي 300 ملي حامض حطيت لها لهيدي الطنجرة. ومثل ما شايفين ليكو الكوسة شكلهم ما أحلاه، ولا وحدة مكسرة ولا شي، يعني ولا فسخ أبدا، كله تمام، ما فيهم شي أبدا. هيدي الطريقة كتير بيطلع النكهة فيها طيبة وبيستووا اثنيناتهم مع بعض، إلا إذا كانت عنا ورقة العريش هي بالأساس ورقتها سميكة. جربوا لي هالطريقة وخبروني شو رأيكم، وألف صحة.